في أقل من يوم واحد تحولت محافظة صعدة إلى مسرح لثلاث جرائم مروعة راح ضحيتها ثلاثة من أبناء محافظة ريمة. البداية كانت صباح الاثنين حين استيقظ أهالي أحد الأحياء صعدة على جريمة مروعة بعد أن أقدم مسلح على إطلاق النار مباشرة على المواطن عابد عبد ناجي الحفصي الريمي أمام منزله ليسقط على الفور وسط صدمة الجيران الذين لم يتمكنوا من إنقاذه. وفي مساء اليوم نفسه وقعت الجريمة الثانية. الشاب وليد أحمد علي قائد الريمي كان يعمل سائق شاحنة لتوزيع المواد الغذائية في منطقة عفرة بمديرية منبه، وبينما كان يؤدي عمله كعادة أوقفه مسلحون وفتحوا النار عليه من مسافة قريبة ليفارق الحياة على الفور، تاركا خلفه أسرة تنتظر عودته في المساء. ولم تمض 24 ساعة حتى هزت صعدة جريمة ثالثة أشد قسوة. ففي أحد منازل المدينة دخل مسلح من أبناء بني عوير مديرية سحار على الشاب عبد الصالح دغيش العبدي من أبناء السلفية محافظة ريمة، أطلق عليه النار داخل منزله ثم غادر المكان بهدوء كما لو لم يحدث شيء. ثلاث جرائم في يوم واحد، 3 أرواح أزهقت بلا سبب بحق أبناء ريمة. الأهالي في ريمة يعيشون صدمة الفقد وألم الغياب.